طبعا في ظل تركيز الإعلام على الطائفية وعلى الأحداث السلبية التي تحصل في العالم العربي الإسلامي، وجب التركيز على بعض الإيجابيات علشان نعطي أمل. من هذه النماذج الإيجابية دولة عمان. عمان بلد فيها عدة مذاهب وفيها طوائف متعددة من الشعب العماني نفسه، ومع ذلك يعيش بسلام وأمان. طبعا صلينا الجمعة علشان نبين نموذج. صلاة الجمعة لما تروح في المسجد تجد أنه سبحان الله كل واحد بيصلي بناء على مذهبه، فتجد أنه من تكبيرة الإحرام يظهر الفرق فورا. الله أكبر. في مذهب تكبيرة الإحرام لازم يرفع اليد، مذهب تاني تلاقيه مسبل أصلا ما رفع يده مع الله أكبر، الله أكبر ويده مسبلة. بعدين في الفاتحة بعض الناس كذا وبعض الناس يدهم مسبلة. حتى الآمين بعض المذاهب ما فيها قول آمين وبعض المذاهب فيها، وبالتالي تجد آمين في المسجد صوتها خافت، لأنه مو كل المصلين زي ما احنا متعودين مثلا أنه آمين صوتها عالي، لأنه دائما المسجد الواحد يتبع المذهب الواحد، يعني يا صوت عالي لأنه كله بيقول آمين يا ما في ولا أحد بيقول آمين في المساجد الأخرى اللي مذهب، ولكن هنا تجد النص والنص، فتجد كذا في آمين كذا خفيفة. فجميل أيضا هذا تعايش اثنين جنب بعض كل على مذهبه. حتى السلام في النهاية الإمام نفسه سلم تسليمة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله. الإمام لاحظت سلم تسليمة واحدة. نعم لا ضير في ذلك. وفي ناس بيسلموا تسليمتين في نفس المسجد. لا ضير في ذلك. هنا نحن ندين بدين الإسلام وليس بدين المذهب. وعايشين ولا بتخانقوا ولا تلاقي بعد الصلاة كل واحد قاعد يتفلسف على الثاني ويقول له يا عمي لا صلاتك غلط، انت ليش سويت كذا، سوي كذا سوي كذا. كل واحد خلاص متقبل انه هذا هو مذهبه، هذا هو عنده ادلته وانتهينا. ايش السر حق عمان؟ في المدرسة من البداية من الصفوف الأولى الابتدائية نحن نعيش على منهج واحد، ليس هناك إثارة لمسألة أنت من أي طائفة أو أنت من أي جنس أو أنت من أي فئة. على سبيل المثال هذا كتاب التربية الإسلامية للصف 11 درس الأخوة الإسلامية. أوكي. يشرح حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه إخوانا يعني إيش؟ ولا تتحقق تلك الأخوة الإسلامية إلا بترك التعصب. بعدين حدد سواء كان لوطن أو لقبيلة أو للون. والبعد عن عوامل الفرقة وأسبابها. حتى في المناهج تجد أن المعلمين مدربين ويمنع. عجبتني اللاءات اللي قالها المعلم، عنده لاءات: لا للتدخل في الأمور السياسية والقضايا السياسية، لا للتدخل في الأمور المذهبية والأمور القبلية. لا، هذه لاءات محظورة. لو المعلم تخطاها، لو تخطاها هناك حتى في القانون العماني عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجن. نعم، تصل إلى 10 سنوات سجن إذا الواحد روج للطائفية والمذهبية، وبالتالي المعلم مو دوره يقعد يروج لمذهبه. وهذا يظهر أيضا في الأعمال اللي يقوم بها المعلمين. فنجد إحدى المعلمات سوت يعني كرتون جميل رائع لأطفال 7 سنين بيصلوا، فال7 سنين ال3 كل واحد بيصلي على اللي شاف أهله بيصلوا في البيت. بعدين يستغرب كل واحد أول مرة يشوف أحد تاني بيصلي بطريقة. فما هو دور المعلم هنا؟ لا بأس في ذلك أحبتي، فنحن جميعا مسلمين، وهذا الاختلاف يعني أن كل منا على مذهب يتبعه، ولكنه في إطار ديننا الحنيف بتوحيد الله جل جلاله. تقبلوا بعض. فإذا الأولاد تربوا كذا وبعدين راحوا المساجد شافوا كل المذاهب موجودة في مسجد واحد، ما في مسجد لكل مذهب. ولقيت الأسرة كذلك، وفي قوانين، تجد مجتمع مسالم متعايش. البيت يطابق البيت الآخر، من القبيلة هذه إلى القبيلة هذه، من المذهب هذا إلى المذهب هذا، كلنا نتعايش في صف واحد. وكل المسجد يجمع كل المسجد المذاهب. يجمعنا كل المذاهب. مدرسة القرآن تجمع كل المذاهب، نجتمع من كل الحارة من جميع المذاهب، ليس هناك فرق. وزي ما يعني عبر أحد الإخوة هو أردني ساكن في عمان، قال لي العمانيين عندهم براءة. شفت تكرار التعبير، لأنه حنصل إلى جذور 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 المشاكل حقت الفتنة والطائفية والمذهبية. حضرتك أردني؟ أنا أردني نعم. كم صار لك هنا؟ أنا جديد 6 شهور بس. اللي يعني لاحظت من مظاهر براءة الشعب العماني، طبيعة الشعب العماني لا يزال يملك براءة الأمة الإسلامية في بداياتها.
براءة الأمة براءة الإسلامية. الأمة الإسلامية. نعم. عبر عن العمانيين بالبراءة. بعدين اللي على يميني كان فلسطيني، عبر عنهم بأنهم على الفطرة. من خلال عيشتي مع الشعب العماني 3 سنوات لاحظت فيهم يعني اللي هو بالفطرة الطيبة والحب بينهم يعني بالفطرة. كل هذه الصفات التي وصفوا فيها فين مكانها؟ مكانها هنا القلب. القلب. ولذلك قال الحديث النبوي إن في الجسد لمضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد. كل المشاكل اللي عندنا ليست مشاكل فقهية، هي مشاكل قلبية، لأن المذهبية ستستمر إلى يوم الدين. ولكن في فرق بين اختلاف مذاهب والقلوب صافية واختلاف مذاهب والقلوب حاقدة، ويستخدموا المذاهب كغطاء لمصالحهم الشخصية. وبعدين جاء أخ ورانا كذا من العراق وتحدثنا معه وشوفوا إيش قال عن وضع العراق. يعني العراق كيف كانت، نتكلم على مستوى الشعب دحين، ما لي علاقة أنا في السياسات ولا في الحكومات ولا في الحكام. الشعب، الأفراد، الفرد، أنا وإنت، المشاهدين اللي في الشارع، كيف كانت علاقاتهم بينهم وبين بعض مع اختلاف المذاهب. والله في نفس البيت عمة أبي شيعية وجدي سني، الأخ والأخت سنة وشيعة في نفس البيت. نعم. أبي عربي وأمي كردية، وكنت أقول لهم لو إحنا قاعدين على عشاء لو تقعبينا قنبلة راح يموت سني وشيعي وعربي وكردي. نعم. في نفس البيت. في نفس البيت. هذا كله ظلم وزور وبهتان من أجل هدم بلداني. كنا يعني أريد أبكي والله.